السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد من قناة اكلة بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة البسبوسة او كيكة الرواني بطريقة سهلة وبسيطة، بتمنى تعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير. اول حاجة معانا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، هنضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، معانا كوباية الا ربع من السكر. هنضيف المكونات بتاعتنا في المضرب او في الخلاط وهنضربهم مع بعض كويس. بعد ما ضربنا السكر والبيض مع بعض هنبدأ نضيف عليه نص كوباية من الزيت، وهنضيف عليه زباديتين. هبقى اسيبلكوا لينك الفيديو بتاع طريقة عمل الزبادي، هيعجبكوا جدا. بعد ما ضفنا الزيت والزبادي هنضربهم مع بعض كويس، وكده الخليط السائل بتاعنا يكون جاهز. بعد كده معانا كوباية من دقيق السميد بتاع البسبوسة، ومعانا كوباية من الدقيق العادي، ومعايا نص كوباية من البشر، ومعلقة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. هنقلب المكونات كلها مع بعض كويس، وكده عجينة الكيكة بتاعتنا بتكون جاهزة. بعد كده هنجيب صينية او بايركس وهنبدأ ندهنها بمعلقة من السمنة. بعد ما دهنا البايركس بتاعنا بمعلقة من السمنة هنبدأ نضيف عليه معلقة من الدقيق، وهنغطي البايركس بتاعنا من جميع النواحي عشان الكيكة بتاعتنا ما تلزقش. بعد كده هنضيف عجينة الكيكة زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ما ننساش نشغل الفرن قبلها ب5 دقايق، هندخلها على درجة حرارة 180، هتاخد معانا حوالي 25 دقيقة. بعد ما الكيكة بتاعتنا دخلت الفرن هنبدأ نعمل الشربات بتاعنا. معانا حلة صغيرة هنضيف فيها كوباية ونص من السكر، هنضيف زيهم مية، يعني معانا كوباية ونص من المية، وهنضيف عليهم كيس من الفانيليا. هنقلبهم مع بعض كويس وهنحطهم على نار هادية لحد ما تغلي معانا. اول ما تغلي معانا والسكر كله يدوب هنبدأ نضيف معلقة من عصير الليمون، وهنقفل على الشربات بتاعنا كده يكون جاهز. نرجع تاني للكيكة بتاعتنا ونشوفها بعد ما خرجت من الفرن، وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن وواخدة اللون الذهبي الجميل. جربوها بنفس الطريقة هتطلع معاكم ناجحة جدا. بعد ما سيبناها تهدى معانا لمدة دقيقتين هنبدأ نضيف الشربات بتاعنا زي ما انتوا شايفين، هتلاقوها بتشرب الشربات. وده شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما ضفنا الشربات. هنبدأ نقطعها. كيكة النهاردة مميزة جدا، بتمنى منكم تجربوها وتكتبولي رأيكم في التعليقات. بعد ما قطعنا الكيكة بتاعتنا هنبدأ نزينها بالبشر زي ما انتوا شايفين. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، بتمنى يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.